يا جماعة في مشاكل كتير حصلت الأيام اللي فاتت ديت، طبعا كلنا سمعنا عنها، اللي هي طبعا الاغتصاب يعني كابتن اتهجم على واحدة حدفت نفسها من العربية، ومشاكل كتير قوي عمالة بتحصل. وطبعا برضو نفس القصة، الكباتن اللي العميل بيتهجم عليها، وفي مشاكل كتير قوي بتحصل في الموضوع ده. الموضوع ده طبعا يا جماعة أنا شغال عليه بقالي فترة، والحمد لله رب العالمين قدرت اللي انا يعني في صفقه كاميرات كده جايه لي. صفقه الكاميرات دي بتبقى مراقبه جوه العربيه ذات نفسها، تمام. والكاميرات دي بتبقى اللي هي متوصله بشبكات الانترنت، بيبقى لها ابلكيشن يعني ايه متوصل بيه تبع شبكات الانترنت، ان انت تقدر الابلكيشن دوت مثلا تنزله على اي تليفون تاني، مثلا ابنك، والدتك، مراتك، اي حد ممكن يتابعك وانت سايق عادي خالص. يعني ممكن مراتك او ابنك يفتح الابلكيشن يعرف انت فين، ويعرف مين اللي راكب معاك، ويعرف انت ماشي في انهي طريق وكله، لان الكاميرا دي بتصور الطريق، وبتصور داخل العربيه، وبتصور كمان، يبقى هي كاميرا بثلاث كاميرات، وبتصور كمان ايه ورا العربيه. فانت كاميرا بثلاث، يعني ايه، بثلاث كاميرات، تمام. وكاميرا صوت وصوره، كاميرا صوت وصوره، تمام. زي ما انتم شايفينها كده، انا هنزلها لكم برده هنا تشوفوها. الكاميرا ديت يا جماعه انا اتفقت كده اهوت على صفقه جايه لي كمان شهرين بالظبط. فالكاميرا ديت امان جدا لموضوع رمي البلا. من العميل بيرمي بلاه، او الكابتن بيرمي بلاه. اخر مره احنا شفنا فيديو كابتن بيجري ورا عميل بعصايه كوريك، واحد تاني واحده رميت نفسها من العربيه عشان خاطر عايز يغتصبها. ده غير طبعا اوادر الاغتصاب اللي كانت راي عام بسبب اوبر. فالكلام ده كله يا جماعه مش هينفع، لازم يكون في كاميرا مراقبه تراقب الكلام دوت. كمان هتساعد الحكومه، وكمان هتبقى امان للكابتن وامان للعميل. تحياتي للجميع.